السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بكم يا أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض النموذج العاشر من كتاب الأضواء لغة عربية الصف السادس. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. أول حاجة نص استماع، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. المرب ملموسة يعني موجودة. أكمل، بفضل عقول العلماء وإصرارهم تحولت الأحلام إلى هتقوله حقائق ملموسة. العلماء والمخترعون هم بناة الحضارات وصناع التعبير. ما فائدة كل من الاكتشافات والاختراعات كما ورد بالفقرة؟ أهميتها إيه يا حبايبي؟ هتقول له الاكتشافات وسعت مداركنا وفهمنا للعالم، والاختراعات سهلت حياتنا اليوم ورفعت من مستوى معيشتنا. خلاص، ده نص الاستماع، كل حاجة بتكون موجودة في النص. طب التعبير الكتابي بيقول لك اكتب تقرير عن حفل تكريم الأوائل بمدرستك، واكتب مقدمة وخاتمة مناسبة. طب تعالى نشوف مع بعض. هتكتب العنوان حفل التكريم الأوائل، تمام. نظمت مدرستنا هذا الأسبوع حفلة جميلة لتكريم الطلاب الأوائل. تقديرا لجهودهم طوال العام، بدأت الحفلة بكلمة من المديرة المدرسة ورحبت فيها بالحضور وشجعت الطلاب على الاستمرار في التفوق. شهدت الحفلة فقرات متنوعة، منها عروض طلابية وأناشيد والإعلان عن أسماء المتفوقين وصعودهم إلى المسرح لاستلام شهادات التقدير وسط تصفيق زملائهم. أرى أن هذه الحفلة كانت مشجعة ومفيدة لأنها بتعطي للطلاب دافع للاستمرار والنجاح. خلاص يا شباب، يلا بينا على القراءة. بيقولك هنا هات من الفقرة معنى الصعوبات يعني التحديات. مقلدة عكسها مبتكرة. كيف سيواجه البشر مشكلة نقص الموارد كما فهمت من الفقرة؟ هتقول له يبحثوا عن حلول مبتكرة مثل الزراعة في الفضاء وإنشاء مستوطنات على القمر أو المريخ. ما الرسالة التي تحاول الفقرة السابقة إيصالها؟ تقول له ضرورة التكاتف من أجل مواجهة تحديات المستقبل. ضرورة التكاتف من أجل مواجهة تحديات المستقبل. الفقرة الثانية معنى المفرد يعني الزائد، جمع الحكمة الحكم. صح وخطأ. إهدار الوقت فيما لا يفيد هو اللص الحقيقي لأعمارنا. هتقول له صح. الإنسان العاقل من يتابع نفسه في كيفية استغلال أوقاته. صح. ما نصيحتك لإنسان بيقضي أوقاتا طويلة أمام هاتفه دون جدوى؟ هتنصحه بإيه؟ هتقول له أنصحه بعدم تضييع وقته فيما لا يفيد، تخصيص وقت قليل للهاتف. يبقى أنصحه بعدم تضييع الوقت فيما لا يفيد وتخصيص وقت إيه؟ وقت قليل للهاتف. دي يا شباب صفحة 327. يلا بينا على صفحة 328. 328 النص الشعري. عتاد يعني ما أعد للحرب من أسلحة. نقوى عكسها نضعف. طيب، فبالعلم لا بالجهل نقوى، تعبير مجازي. هات من الأبيات كلمتين لهما نفس القافية. بص، القافية بتكون آخر كلمات في الأبيات منها. هتقول له أرغب وتغلب ويغضب ومخرب، كل دي كلها نفس القافية. إلى ما يدعو الشاعر في الأبيات؟ تقول له بيدعو الشاعر إلى العمل بإخلاص من أجل الوطن والاعتماد على الله والحرص على طلب العلم وطاعة الله لأنها سبب النجاح والتوفيق. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليشعر بالفرح الباء حرف جر والفرح اسم مجرور علامة جره الكسرة. اختر الإجابة الصحيحة. النجاح والتفوق هدفان عظيمان. نوع الخبر؟ هتقول له خبر مفرد. صار أخوك شابا. علامة رفع أخوك هتقول له الواو. أكمل باسم مثنى مناسب للجملة التالية. لعل هو عايز مثنى، هتقول له الصديقين، والمثنى هنا هيكون منصوب، خلي بالك لأن لعل بتنصب المبتدأ ويسمى اسمه. يبقى لعل الصديقين وفيان. هنا هتقول له ضع كلمة فم في جملتين بحيث تعرف بالحركات مرة وبالحروف مرة. هتقول له فمك نظيف. هنا بالحركات اهي.
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. انما لما اخليها بالحروف اقول له فوكا مبتدأ مرفوع بالواو لانه اسم من الاسماء الخمسة. خلاص يا ابطال، وما ننساش سؤال الخط النسخ والرقعة عشان بيكون عليه درجات في الامتحان. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة حبايبي، مع السلامة.